السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي صحة وفي سعادة. النهاردة هنقدم لكم فيديو جديد بشكل مختلف. الفيديو بتاعنا النهاردة طبق مسقعة القمر اللي احنا شايفينه ده. طبعا هما معمولين طبقين، بس هنشوف في اخر الفيديو انا عاملاهم في طبقين ليه. طبقنا النهاردة طبق المسقعة بدون لحمة، بدون فراخ، طبق أرديحي بدون قلي المكونات بطريقة صحية، بدون إضافات زيت أو سمنة. تابعونا لآخر الفيديو. مكونات الطبق بتاعنا متاحة في كل بيت، بسيطة ومش مكلفة. أول مكون ما عندنا هو الفلفل الأخضر، زي ما احنا شايفين مقطعة قطع صغيرة كده زي القطعة اللي احنا بنعملها في السلطة، وقرن فلفل حامي لوحده في طبق. تمام. وعندي كمان المكون الأساسي البتنجان، مقطعة قطع مكعبات صغيرة كده زي ما احنا شايفين. طبعا البتنجان له فايدة كبيرة جدا، وبترفع يعني معدل الأنيميا، بتمنع الأنيميا في الجسم. المكون الثالث عندنا هو الطماطم، مقطعة قطع سلطة. أنا بحب أعملها المسقعة بتاعتي بطماطم سلطة، مش بطحنها. عندي كمان بصلة مقطعها زي ما احنا شايفين كده، وملح ومعلقة توم مهروس مع بهارات. تمام. المكونات كلها مكونات زي ما احنا شايفين بسيطة، موجودة عندنا في كل بيت. أول خطوة عندي بحط البصلة كده على النار في حلة، وبحط عليها معلقتين زيت وبقلبها. مش بحمرها وبغمقها، لا، بفضل أقلب فيها كده لحد ما يبقى لونها ذهبي. يعني ما بدبلها وبخليها لونها ذهبي بسيط كده، مش ذهبي اللي هو الغامق بتاع الطبيخ التسبيك، لا، بخليها لونها ذهبي كده مصفر بسيط كده شوية، مش غامق. زي ما احنا شايفين كده البصلة بتاعتي خلاص اتحمرت التحمير اللي انا عايزاه، وصلت خلاص للدرجة بتاعت اللي انا عايزاها. بضيف بعد كده الطماطم بتاعتي وبقلبها كويس جدا مع البصلة، تقليب كده على النار عشان تدبل وتبقى متسبكة مع البصلة، وبسيبها لحد ما تفرز ميتها. بعد كده بضيف عليها الفلفل الأخضر. أنا بحب كميته تكون زيادة شوية، بحبه يبقى كتير مع المسقعة بالذات. كل ما يكون الفلفل الأخضر بتاعها زايد بيدينا طعم جميل جدا ونكهة ممتازة. طبعا بقلبها تملي عشان ما تلسعش مني على النار. الطماطم وقت ما اتحطت مع الاضافات دي بتتحط وخلاص، الزيت خلاص بيبقى يبدأ مفعوله يقل، بتتلاقيها بتعمل لنا ايه، ممكن تلسع لو انا سفيت عنها. بضيف كده زي ما احنا شايفين معلقة الملح ومعلقة الثوم المهروس مع بهاراتها، بقلبها في بعض كويس جدا. ما اقولكوش على الريحة بتبقى عاملة ازاي. انا بصراحة بحب الثوم المهروس ده في الاكل، بحبه جدا، وطبعا هو مفيد جدا. يعني الثوم المهروس بتبقى فايدته احسن من الثوم المحمر. تمام. بقلبه كويس جدا زي ما احنا شايفين كده، وبسيبه برضو ياخد وقته على النار مع بعض كده، وبغطي عليه وهدي النار لحد ما ياخد ويدي مع بعض كده. تمام. بضيف بعد كده المكون الأخير بتاعي والأساسي اللي هو البتنجان. بضيفه وبقلبه كويس كده مع الطماطم زي ما احنا شايفين، بقلبها من كل النواحي كده. وصفتنا كلها تعتبر ني في ني، يعني كل حاجة من غير ما تتحمر ما عدا البصلة عندي اللي بقلبها وبدبلها الأول في معلقتين الزيت. الطريقة دي صدقوني صحية جدا، بتبقى خفيفة على المعدة، ما بتزودش نسبة الكوليسترول في الدم.
غير بقى اللي هم الجماعة اللي بيمسكوا البتنجان يقلوا لوحده والفلفل لوحده وبعد كده لا، بصراحة الطريقة دي لو جربتوها هتعجبكم جدا، وعملية ومش مكلفة. طبعا احنا كنا الأول أيام ما كانت اللحمة رخيصة كنا بنحط فيها لحمة مفرومة بس، غير متاح حاليا. دلوقتي عندي شوفنا زي ما احنا شايفين كده الطبخة بتاعتي أو المسقعة بتاعتي بقت جاهزة، بقت تمام، استوت كلها في بعضها زي ما احنا شايفين، تحسها انها دايبة مع بعضها. المسقعة بتاعتي دلوقتي بقت جاهزة للتقديم، بقسمها جزئين عشان انا عندي الاولاد مش بيحبوا الحاجة الحراقة، فبغرف لهم الطبق ده الاول وبيكون من غير الشطة، وبعد كده بضيف قرن الشطة واقلبه تقليبتين، ويبقى كده ما فيش بعد 5 دقايق يبقى عندي الطبق بتاعي التاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب للقناة وكومنت قمر كده زيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.